الأخ الفاضل الدكتور محمود منصور بيثير هنا نقطة في غاية الأهمية، وهي إنه استخدام وسائل الذكاء الصناعي زي شات جي بي تي وغيره وغيره، وهذه المنصات والتطبيقات من غير المتخصصين طبعا في التشخيص في الطب. ده شيء في منتهى الخطورة، لأن ده بيسموه ممارسة الطب أو التشخيص الطبي بالمقلوب. يعني إيه بالمقلوب؟ يعني الطب منذ أزل الآزلين، من يوم ما عملوا الطب لغاية دلوقتي ولغاية يعني إلى ما شاء الله. الطب ترتيبه كالتالي: نمرة واحد، أخذ التاريخ المرضي، إن أقعد مع المريض أو مع أهل المريض إذا كان المريض مش موجود مع يعني، أو مش موجود، مش قادر يتواصل معايا. سواء طفل صغير لسه مولود ما بيعرفش يتكلم، مغمى عليه، فاقد الأهلية، مش عاقل. حتى في الطب البيطري بياخد تاريخ من اللي مع الحيوان. فلازم يتأول خالص 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 ناخد التاريخ المرضي، الهيستوري اوف ذا بيشنت. نمرة اتنين، الاكزامينيشن، الفحص. يبقى نمرة واحد، الدكتور بيقعد مع المريض أو مع أهل المريض أو مع اللي قاعد مع المريض. بقول لك حتى لو عندك قطة عيانة لازم الأول خالص تاخد تاريخ مرضي من صاحب القطة. نمرة اتنين، الفحص، انك تروح بقى تقيس النبض والضغط وتقيس مش عارف ايه وكذا وكذا، كنت تقعد تفحص المريض. نمرة تلاتة، تطلب التحاليل. طب ليه ما ينفعش بالشقلوب؟ لأنه بالشقلوب التحاليل ممكن توديك في داهية. الأشعات والتحاليل دي ممكن تتوهك. لو كانت تنفع بالعكس كنا عملناها بالعكس من زمان ولغينا الفكرة. احنا مش غاويين فرهدة يا جماعة، الدكتور مش غاوي انه يقعد يفحص ويمقق في عينيه ويقعد يحكي مع المريض. كان من الأسهل انك تاخد عينة دم من المريض وتحلل له كل حاجة في الدنيا وتشوف هو عنده ايه. دي حاجة أولا مش عملية، لأن مفيش حد في الدنيا هيقدر يحلل كل حاجة في الدنيا. والحاجة التانية هتتوهك. يعني أنا بطلب التحليل لإثبات أو نفي فرضية أنا وصلت لها بالفحص والتاريخ المرضي، غير كده ما اسموش طب. احنا بنشوف مهازل، بنشوف ناس جايبة ريكوستات أشعة طلبها لها شات جي بي تي. يعني شات جي بي تي هو اللي قال له روح اعمل أشعة فلانية. وبشوف ناس عاملة أشعة وبعتها لشات جي بي تي عشان يقراها لها، وبناء على قراية الشات جي بي تي شخص نفسه وقال لك أنا عندي المرض الفلاني. ممكن يطلع صح في بعض الحالات، لكن ممكن يطلع غلط، وممكن يوديك في داهية، يوديك في تشخيصات تانية خالص. لأنه الناس اللي مش فاهماه إن التحاليل لوحدها أو الأشعة لوحدها لا تشخص لوحدها ولا تنفي تشخيص لوحدها. مثلا على سبيل المثال، تحليل عامل الروماتويد بيطلع موجب بالكذب في 30% من البني آدمين اللي ماشية في الشارع، وبيطلع سالب بالكذب في 30 ل 50% من مرضى الروماتويد. ده مثال واحد بس.